في واحد بيسأل بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي اللي موجودين داخل السعودية، انا اول مرة اسافر بره مصر وكده، وخلاص قربت انزل، مش عارف اجيب ايه وانا نازل، بتاخدوا ايه او بتشتروا ايه منها؟ مش عارف بصراحة، والموضوع ده مشتت دماغي والله. ملحوظة، انا ولا خاطب ولا حاجة، فمش عارف اخد ايه معايا، وهل مكلفة هنا ولا ايه؟ ممكن نفادى منكم بدون تريقة بعد اذنكم. بص يا حبيب اخوك، اولا وانت نازل من السعوديه ما تفكرش تجيب اي حاجه، ان كان ولا بد يعني عايز تشتري هدايا بالكثير والدك او والدتك اللي تجيب لهم هدايا. اكتر من كده ما تشغلش بالك بحد. اللي عايش في مصر احسن من اللي عايش بره مصر، احسن من المغترب. فما تفكرش تشغل بالك بتجيب هدايا، ولو عايز تجيب حاجه تجيب حاجات عينيه، سبحه، سجاده، حاجات من اللي هي حاجات عينيه كده كهديه لاي حد. اللي عايزك يا حبيبي عايزك لنفسك، اللي عايز يشوفك هيشوفك بدون اي حاجه، اللي عايز يسلم عليك هيسلم عليك بدون ما ينتظر منك اي حاجه. اي حاجه انت حوشتها خليها لتجهيز شقتك، خليها لدنيتك اللي جايه، ما حدش عارف الدنيا فيها ايه. ما تشغلش دماغك باي حاجه، انا جاي لك من بعدين بقول لك ما تفكرش في القصه دي ولا تفكر تشتري اي حاجه. القرش اللي انت حوشته يا حبيبي انزل بوف وجهز دنيتك وجهز حالك. جبت كتير جبت شويه، كله بحصل بعضه. محدش بيشكر وكله بيتساوى في الاخر، جبت زي ما جبتش. فالاحسن ما تشغلش بالك بحد. سلام.